تعالوا معايا النهارده هنعمل مع بعض الطاجن ده جميل جدا، صحي ومفيد ومغذي. يلا بينا جوه الفيديو. السلام عليكم. تعالوا معايا النهارده هنعمل معاكم خرشوف محشي بالعصاج. الخرشوف اهو، وادي العصاج. عندي هنا نص راس توم كده مدقوقه، حوالي 5 فصوص توم، معلقتين زيت زيتون، ملح وفلفل وبهارات مشكله، وحبه شطه. عندنا صلصه برضو جاهزه ماشي، وعندنا الطاجن اللي احنا هنشتغل فيه، وعندنا هنا ايه البزلة وجزر مع بعض. اول حاجة هنبدأ نعملها، هنحط كده البزلة والجزر مع بعض هنا، وبعدين نحط كده الثوم، نحط الملح والبهارات والزيت، تعالوا بصوا بقى كده برضو هحط كده ايه الصلصة، هقلب بقى كل دول كده مع بعض تقليب كويس، تقلبوها كده لغاية ما تنسجم مع بعضها. زي ما انتوا شايفين كده، الثوم بالبهارات بالزيت بالملح بالصلصة بكله كده، وبعدين نبدأ بقى نساوي. هنحط كده الخرشوف، ناخد كده ايه اللحمة المفرومة، ونبدأ نحشي ايه الخرشوف بتاعنا، شايفين بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. برضو نحط ده كده، ونبدأ ناخد كده ونحشي. ممكن نرصه طبقتين فوق بعض خرشوف عادي، او تعملي حسب عدد الاسره طبعا ما انت عايزه. هرص دولت واحشيهم واوريهولكم. تعالوا بصوا كده معايا، بصوا انا عملته ازاي. هبدا برضو احط الصف التاني، وهبدا برضو ايه احشي. حبيت برضو اللي انا ايه اوريكم. بصوا بقى الصلصه كده اهي جاهزه عندي. بقيه الصلصه حطيت عليها شويه ايه ميه، وهنبدا بقى ايه نشربه كده. وهعمل برضو الصف التاني وهعمله بنفس الطريقه، بس انا حبيت ان انا ما اعملش اي حاجه الا قدامكم عشان تبقوا متابعين الطبخه كلها. هعمل برضو الصف التاني. تعالوا بقى بصوا كده انا خلصت. هبدأ بقى احط برضو كده فيهم صلصة. ده الطبقة التانية كده اهو. الصلصة دي صلصة عادية او صلصة بالبصل اللي موجود عندك استعمليه. بصوا، او بالبصل والثوم برضو تبقى كويسة، او بس بالثوم والطماطم بس تبقى كويسة. بس كده هنحط بقى الطاجن ده كده في الايه في قلب الفرن يستوي. طبعا احنا حاطين تحت ايه الصلصة مع البهارات والثوم. خلاص كده كله كده ايه مظبوط. هحطه بقى في الفرن ولما يستوي هوريهولكم. يلا تعالوا معايا كده شوفوا الشكل النهائي للطاجن بتاعي بعد ما خلص. بسم الله ما شاء الله، جميل جدا وخطير.